الأكوان عبيدك عم تنهان والطفل فينا شاب من كتر ما شاف والطفل فينا شاب من كتر ما شاف أشلاء بالشارع ورزوق عالمزارع أشلاء بالشارع ورزوق عالمزارع والمريض والجائع ناموا بدون لحاف والمريض والجائع ناموا بدون لحاف ناموا بدون لحاف ناموا بدون لحاف ناموا بدون لحاف يا وطن الأشراف اللهم ما بنخاف يا وطن الأشراف اللهم ما بنخاف ما رح نركع وبدنا انصاف ما رح نركع وبدنا انصاف الحر بإيد الحرة عم نحلم ببكرة الحر بإيد الحرة نعلي هالبيارق ونوحد الأهداف نعلي هالبيارق ونوحد الأهداف كبرنا بالجامع حدينا المدافع كبرنا ندافع ولا يمكن نخاف عن حريتنا ندافع ولا يمكن نخاف ولا يمكن نخاف ولا يمكن نخاف يا وطن الأشراف اللهم ما منخاف يا وطن الأشراف اللهم ما منخاف اللهم رح نركع وبدنا انصاف الأمة رح نركع وبدنا انصاف ولا يمكن نخاف ولا يمكن نخاف حرية 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 يريد إسقاط النظام الشعب 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 يا الله ايش هالغيرة؟ يعني ما بس قدامي ايش فيه؟ ايه شو هذا؟ يا بنت يا رب دخيلة يا الله ايش عم يصير؟ يا بنتي يا بنت قومي
صفر. لن أنسى الذي كان، ومسجد قصف، وبيوت وأعشاش حمام، وأطفال الرضع، وفتى غض الجزع، وفتاة لها جديلتان. لن أنسى وطني وسيول الحمم، ومغتصب سافر سرق الثروات، سرق الثرى وملأ أكتافه بالنجم. لن أنسى ألمي والحبيبة وحلمي، ودفتر وكتاب، والجامعة والأصحاب. لن أنسى الحرية ونعوش شهداء قضوا لقضية في ثورة الكرامة وإسقاط الزمرة البعثية. لن أنسى رغيف الخبز وما حل من ظلام. لن أنسى عطشي وجوعي وبرد يحترق عظمي، وطاغية أحمق قد احتل في البلاد حتى اسمي. لن أنسى أني إنسان حر عربي سوري، أسور ويسور الزمان، وينتفض التاريخ خوفا أن تجف في سرد حكايتنا الأقلام. لن أنسى أني إنسان حر عربي سوري، أسور ويسور الزمان، وينتفض التاريخ خوفا أن تجف في سرد حكايتنا الأقلام. لن أنسى أني عربي من أصل عدنان، سوري أنا وفي وطني أصل الإنسان، سوري أنا وفي وطني أصل الإنسان. مين اللي قال لك تنسى؟ اللي صار ما بينتسى، بس لازم نبقى نتذكره حتى ناخذ منه عبر ودروس، وحتى نشجع الانتقام اللي جواتنا. وهي وصيتنا. نحن كل الشهداء اللي زبدون الثورات لازم ما ننسى حتى نرجع نعمرها بالحب، وحتى ندمرها أكثر وأكثر بالحقد. اللي صار شيء فظيع وقاسي، وعلى حجم الكارثة لازم يكون البناء. وسوريا اللي كانت مهد الحضارات، وسوريا الأرض اللي عاش عليها الإنسان الأول، رح تبقى الأولى بحضاراتها وبوقفتها الجديدة. بسواعدكم فمدوا إيديكم معنا، وساعدوا وطنكم بالعلم بالأدب بحسن التعامل، ورجعوها جنة، واحذفوا من تاريخها وتاريخكم الزمن الأسود اللي عاشته بالسنين الماضية. ورجعوها جنة واحذفوا من تاريخها وتاريخكم الزمن الأسود اللي عاشته بهالسنين الماضية.
أنا بياع الأماني، بياع الأمل. بالأمل بتبني وطن، بالأمل بتبني إنسان، بالأمل بتصنع رجال. قرب وشكيلي همومك ولا تتم هموم بيومك. أنا بياع الأماني، بالكلمة بصنع أغاني، بالكلمة بصنع إنسان. قرب واشتري يا فلان، الوطن محتاجك فلا تكون أناني. بكيف بلومني يا عمو؟ أنا بياع الأمان، ما في مثلي حدا تاني. يمكن تكون أمنية ببلاش، ويمكن يكون حقها مصاري. شو مشكلتك عمي؟ وشو اللي مضايقك؟ ما شاء الله أنتِ صبية صغيرة، يعني وردة فتحها جديد. حرام عبير هالأزهار ما يفوح وينشر بالدنيا تطير. بيت أهلي تدمر وصرت أنا وعيلتي نازحين. عم فكر ببكرة بلاقيه مظلم، وعم فكر بحل ما عم شوف بصيص ضو. لا حرام يكون هالقمر زعلان. أنا مو زعلانة وبس، أنا رح أنفجر. استني شوي. لا ايوه هي بديلك جرعة أماني. بس هي فاضية. أنا الدواء اللي عندي دواء سحري، يعني ما له لا لون ولا طعم ولا حتى ريحة. بخديلك جرعة. يعني عن جد هي مي فاضية؟ شوفي يا عين عمي، إذا ما عندك ثقة فيني وبعلاجي فما رح تستفيدي على شيء. بديلك جرعة. منجرب، ما لنا خسرانين شي. بديلك جرعة ثانية وهي ببلاش. وقديش بدك حق الجرعة الأولى ما دام الجرعة الثانية ببلاش؟ بدي تحلمي ببيت صغير، بيت تبنيه انت وفارس الاحلام، بيت تبنوه على حب وتقعدوا فيه بيت كل يتدمر. طيب وأهلي وبيتنا يلي راح؟ بيوم من الايام ابوكي ما كان لا عنده لا بيت ولا فرش ولا حتى اساس، صح؟ صح. ولهيك اهلك لازم يجوا لعندي ويشتروا شويه امل وشويه اماني. وهيك أنا مشكلتي انحلت؟ لا، أنا مشكلتي ما انحلت. انت لازم تدفعي حتى مشكلتك تنحل. وقديش بتأمر؟ انا ما بدي مصاري، بدي تزرعي وردة صغيرة تعتني فيها، ولما تكبر تهديها لكل اللي وقفوا جنبكم يوم اللي نزحتوا وتهجرتوا. ساعتها رح تشوفي انه الناس الطيبة ما رح تعيفكم، ومثل ما انت قدمتي لهم الوردة وهي كل شيء بتملكيه، هن رح يقدموا لك كل شيء، يقاسموكي باللي بيملكوه. عن جد عمو؟ إذا كل اللي بيوتهم تهدمت زرعوا ورود، رح تصير بلدنا بلد الورود مثل ما كانت بلد الياسمين، ورح تبقى ورح تصير أحلى من كل السنين. عن جد عم تحكي عنه؟ طبعاً عن جد. أنا بحياتي ما تعلمت أكذب. لما بتعطي اللي يساعدك وردة رح تشوفي شو رح يقدم لك، ورح تشوفي بلدك كيف رح يصير. معناها أنا رايحة أزرع الوردة. شكراً كثير لك عمو. منجرب، ما لنا خسرانين شي، يعني تجربة مثل كل هالتجارب يلي صارت. منجرب الوردة، ممكن يكون لها تأثير أكثر من البارودة، ممكن كثير. مشكورة على النصيحة عم. مشكورة على النصيحة عم. ولو واجبنا. أنا بياع الأمان، بياع الأمل. بالأمل بتبني وطن، بالأمل بتبني إنسان، بالأمل بتصنع رجال. قرب واشكيلي همومك ولا تتم هموم بيومك. أنا بياع الأماني، بالكلمة
بصنع حرامي، بكلمة بصنع إنسان. قرب واشتري يا فلان، الوطن محتاجك فلا تكون أناني. لا حول ولا قوة إلا بالله. أكيد الزلمة مجنون، ذاتا كتر المجانين زماننا. أنا بياع الأماني. أهلين. ما في مثلي حدا تاني. والله يمكن تقول أمنية ببلاش، ويمكن يكون حقها مصاري. شو مشكلتك عمي؟ والله أنا عندي مشاكل كتير ما بتنعد ولا بتنحصى، بس حاليا مشكلتي هي حضرتك. إن شاء الله عم تحمد ربك يا ابني. عم بحمده، الحمد لله على كل حال. بس مستقبلي ضاع يا عمي ضاع. ليش ضاع؟ ما شاء الله أنت شاب، المستقبل قدامك. لك أين مستقبل وأنا ما بقدر لا آكل ولا أشرب ولا حتى أتحمم. ليش كل هذا معصب؟ وليش كل هذا معقدك؟ أنت شاب والمستقبل قدامك. بإيد وحدة. إيه بإيد وحدة. ليش لا إذا هيك ربك راد؟ ولك ابني حرك إيدك هي. ربك خلق لك إيدين حتى وحدة تشيل الثانية، مثل ما خلق لك عينتين ورجلتين وكليتين. لك مزبوط، بس هي عاها، بتعرف شو معنى عاها؟ على مهلك يا ابني، على مهلك. لك عمي الله يرضى عليك، إذا ضحكان على غيري لا تضحك علي. شوف يا عين عمك، إيه؟ أنا لا ضحكت عليك ولا ضحكت على غيرك، وأنا ما باخذ حق هالدواء هذا اللي ما له لا لون ولا طعم ولا حتى ريحة حتى تتشافى. باخذ لك جرعة. لك أي فاضي؟ لك لا تعيفها مفتوحة كثير تروح مفعول الدواء اشرب. إيه وبعدين؟ شوف هالشوفة معي. صباح الخير استاذ. صباح الخير. رح فرجيكي على موظفة نموذجية عندي هون بالشركة. صارت تشتغل عندي هون بالشركة كتير. كنت بتمنى يكون عندي 10 موظفين أو حتى كل الموظفين مثلك. والله يا أستاذ لكل شغل نصيب، بس أكيد ما عم تحكي هذا الحكي من فراغ، وأكيد كمان هالصبية بتقدم شي فوق العادي حتى أنت هيك عم تحكي. تفضل. هالصبية صار تشتغل هون بالشركة 3 سنين وما خربطت بيوم من الأيام بحرب. ما شاء الله عليها، بالفعل ولا غلط. هالصبية تحدت العاهة تبعها وتحدت نفسها وأثبتت إنه هي أفضل من يلي بيشوفوا 10 على 10. لأنه اللي عنده إرادة وممكن توقف بوجهه أي حجر عثرة. ولهيك قرر مجلس الإدارة يعمل لها عملية على حساب الشركة مكافأة لها. عن جد؟ زين العقل اللي عم بتفكر فيه. الصراحة الصبية الحلوة بتستاهل. عن جد عم تحكي سيادة المدير؟ طبعا عن جد، وهذا أقل شيء ممكن نقدمه مقابل الشيء اللي قدمتيه للشركة. يعني رح شوف؟ أنت رح تصيري تشوفي بعيونك مثل ما كنت تشوفي بقلبك. اللهم ارزقنا حسن البصر والبصيرة. آمين. تفضلي يا أنسة. شو هلا بصراحة سيادة المدير يا بنتي، ما كان عندك ولا خطأ قبل العملية. لحد اليوم صار عليك 10 ملاحظات. لا تاخذني سيادة المدير، والله ما بعرف شو عم بيصير معي. بس لازم تعرفي شو عم بصير معك، وأنا كمان لازم أعرف شو عم بصير. أنا عرفت شو السبب. ما تقولي يا تعمل مثل جماعة الائتلاف والحكومة المؤقتة بيقضوا دوامهم كله على النت من أول الدوام لآخره. قلتها ولهيك الغلط بيغلطوا. الله
العصبيات، ما بيهموني. يلي بيهمني اعرف كل شيء عم يصير هون بالشركه. بس انا قلت لك عرفت شو السبب. وشو هو؟ الصبية هون صارت تستخدم عيونها فصارت تغلط. طيب وليش ما كنت عم اغلط قبل ما اعمل العمليه؟ انت ما كنتي عم تغلطي لانه كنتي عم تستخدمي عقلك مو عينيكي، وعقلك هو اللي بحرك لك حواسك. وانا شو بستفيد من هذا الكلام كله؟ يا استاذ، اللي ممكن تستفيده هاي الصبية مو حضرتك. الصبية هون لازم تعتمد على عقلها مو على عينيها، لانه العقل زينة البني ادم. صح، عن جد العقل زينة البني ادم، صح؟ اكيد صح. كأني فهمت شيء. انت بالذات لازم تفهم كل شيء. يا ابني في ناس عندها ايدين بس عم يستخدموها غلط. منها بيستخدمها للسرقة ومنها بيستخدمها لأذى الناس. لك يعني حكيك صحيح. ولك هذا واقع عايشينه ولك ابني. لك بس بتضل الايد ايد. وفي ناس كثير عندها ايدين بس قاعدين على اللي حواليهم. لا بيستخدموها ولا عرفوا كيف يستخدموها. وقت انت بتقرر تستخدم ايدك هاي رح تبقى اقوى من كل ايدين اللي عم بتهدد. معك حق، رح عمر وطني، رح عمر وطني، رح عمر وطني ورجعه احلى، وحياة عيونك لعمره ولو كنت بايد وحده. امرني عم. انا حقي بيوصلني مع اول شيء. انا حقي بيوصلني لما بتعمر وطنك. ما راح اوصيك بوطنك يا ابني، عم تفهمني؟ ما راح اوصيك بوطنك. انا بعمري ما فهمت مثل اليوم ابدا. اليوم صار عندي لكل شيء معنى. اليوم صار عندي لكل شيء معنى. انا بياع الاماني، بياع الامل. بالامل بتبني وطن، بالامل تبني انسان، بالامل بتصنع رجال. قرب وشكيلي همومك ولا تتم همومي بيومك. انا بياع الاماني، بالكلمه بصنع اغاني، بالكلمه بصنع انسان. قرب واشتري يا فلان، الوطن محتاجك فلا تكون اناني. Şimdi ise sözleri Sadık Esvet, bestesi Muhammed Nur Yasırcı, müziği Şükür Kilzi'ye ait olan Vatanil Mecruh yani Yaralı Vatanım adlı parçayı dinleyeceğiz. بيبكي دم بيبكي طفل وشيخ الوطن المجروح بيبكي دم بيبكي طفل وشيخ صار المأوى اليومهم صار المأوى اليومهم صار المأوى اليومهم صار المأوى اليومهم قولوا لي امتى رح ننتم قولوا لي امتى رح ننتم وطني المجروح بيبكي إنسان بيبكي حضارة بيبكي عمر الوطن المجروح بيبكي إنسان بيبكي حضارة بيبكي عمر
نحيي بكل البلدان. قولولي امتى رح نلتم، قولولي امتى رح نلتم. وطني الياسمين وطن الأديان ابن اليوم صار ينهال. وطني الياسمين وطن الأديان ابن اليوم صار ينهال. الموت محاصره بكل مكان، الموت محاصره بكل مكان، الموت محاصره بكل مكان، الموت محاصره بكل مكان. وطني الياسمين وطني الأديان ابن اليوم صار ينهال. وطني الياسمين وطني الأديان ابن اليوم صار ينهال. الموت محاصره بكل مكان، الموت محاصره بكل مكان. قولولي امتى رح نبني وطن لابنك ولابني. قولولي امتى رح نبني وطن لابنك ولابني. وطن ما في حدا يبكي، وطن ما في حدا يبكي، وطن ما في حدا يبكي، وطن ما في حدا يبكي. قولولي امتى رح نبني وطن لابنك ولابني. وطن ما في حدا يبكي، وطن ما في حدا يبكي. وطني المجروح بيبكي دم بيبكي طفل وشيخ وبيت. وطني المجروح بيبكي دم بيبكي طفل وشيخ وبيت. صار المأوى اليوم إلهم، صار المأوى اليوم إلهم، صار المأوى اليوم إلهم، صار المأوى اليوم إلهم. قولولي امتى رح نلتم، قولولي امتى رح نلتم، قولولي امتى رح نلتم، قولولي امتى رح نلتم، قولولي امتى رح نلتم. أنا بياع الأماني، بياع الأمل. بالأمل بتبني وطن، بالأمل بتبني إنسان، بالأمل بتصنع رجال. قرب مشكلة مو هذه ولا تتم هموم بيومك. أنا بياع الأماني، بالكلمة بصنع أغاني، بالكلمة بصنع إنسان. قرب اشتري يا فلان، الوطن محتاجك فلا تكون أناني. حسبنا الله ونعم الوكيل. طولي بالك اختي، طولي بالك ان شاء الله بتفرج. وقفوا مشان الشمس. خير إن شاء الله. كل خير. بس الصبية مبين عليها تعبانة. دكتور كتب لها على دواء وان شاء الله راح تتشافى. دير بالك على اختك لبما اروح اجيب السيارة من الاب وارجع. ماشي لا تأخر. عادي ارتاحي بنتي عادي. يسلموا ايديك عمي. تسلمي انت وبيديكي. تسلمي لشبابك وللوطن اللي بحاجتك وبحاجة كل صبية وأم. شو مشكلتك عمي؟ تعبانة يا عمي، تعبانة كتير. أنا بياع الأماني، بياع الأمل. بالأمل بتبني وطن، بالأمل بتبني إنسان، بالأمل بتصنع رجال.
قرب واشكي لي همومك ولا تتم هم بيومك. أنا بياع الأماني، بالكلمة بصنع أغاني، بالكلمة بصنع إنسان. قرب واشتري يا فلان، الوطن محتاجك فلا تكون أناني. اي والله فكرتك عبيع شي بتاكل. الأكل مو أساس كل شيء. الإنسان بياكل حتى يعيش، ويا أسفاه على اللي عايش حتى ياكل. لك لسه مفكر إنه في مين عنده أمل أو أماني؟ اللي ما عنده أمل بيكون صفر على الشمال، ولا بيكون لا عنده لا مبدأ ولا تطلعات، لك ولا بيكون عنده وطن محتاجه. لك يا وطني. عماه انت عتذكر اخت ضرب وصوت قذايف ومدافع وبراميل فجرة. اختي صاير معها مرض نفسي من الحالات اللي شافتها. يا خسارة يا وطن، صار اسمك يذكرنا بالموت وما عاد يذكرنا بالحنين للعودة وتطهيره ورفع رايته لفوق للسماء. لك يا سما. يا خسارة يا وطن، حتى سماك الصافية اللي كنا نقعد نطلع عليها وقت كنا نحلم ببكرة صارت مصدر خوف وموت. ما انت مناقص غير تحكي لي شلون بدك تتغاسل انت والحجة انا ضوء القمر. قومي اختي قومي، خلينا نستنى اخوكي مكان تاني. معلش عيبني هون، سبحان الله عيبني هون. لك أنا تعبانة كثير. ولا يهمك، إذا أعصابك تعبانة خدي من عندي شوية أمل وشوية أماني. خدي من هاي ومن هاي بسرعة. قومي اختي قومي، مو ناقصة شعوذة. الله يسامحك. شو في إذا جربنا؟ شو هذا عمي؟ هذا دواء سحري ما هو موجود بكل مشافي العالم، ما له لا له ولا طعم ولا حتى ريحة. عمو أنت بتحكي عن جد؟ طبعا عن جد. اشربي بنتي اشربي. واشربي من هي كمان. كأني شفت هوا. وانت بحاجة لهوا. شوفي يا بنتي، بلدنا بحاجة للكل وبحاجة إلك انت بالذات لأنك انت أم، وبلدنا بحاجة لكل أم مثالية. بس أنا تعبانة يا عمي. صوت القذائف عم حس بكل لحظة ودقيقة وثانية، عم تنفجر مثل الملاكين. انت لازم تغيري جو، روحي على الطبيعة، على مكان فيه زرع، وزرعي شجرة وراعيها وسقيها، وشوفي كيف راح تتشافي. وكيف بدك تتشافى اذا عم تقول لك اصوات القصف المعمل براسك؟ حل عنا يا. لما بتزرعي شجرة وتراعيها وتسقيها فكل ما شعرتي بصوت الانفجار قولي لي بصوت رعد او انه صوت مطر بده ينزل حتى تسقي منه شجرتك. يعني تكذب على حالك؟ ايه شو هالدواء وشو هالنصيحة وشو هالأماني كذابة هي؟ وأنا شو رح أستفيد من اللي عم تقولوه؟ انت رح تلاقي ترجمة جديدة للأصوات اللي براسك ورح تلاقي معنى آخر لها وتسقي منها شجرتك. وإذا كل شي بالوطن زرع شجرة فوطننا رح يصير جنة. بزراعة شجرة وطننا رح يصير جنة؟ ايه شو هذا يا؟ وليش مستغرب يا عمي؟ إيه لأني بلدنا مليانة شجر، إيه بس ما صارت جنة. لأنك ما أنت اللي زرعتها. لو أنت اللي زرعتها وراعيتها وسقيتها وخفت عليها من الريح كنت بتتشبث فيها مثل ما هي متشبثة على الأرض. مزبوط والله يا عمي مزبوط. قومي بنتي قومي، قومي ازرعي شجرة، ازرعي فكرة، ازرعي نصيحة. بلدنا أرضها خصبة لكل كلمة طيبة، ونحن أرضنا أرض مباركة، والله يبارك فيكي وفيها وباللي رح تزرعي. معك حق يا عمي، معك حق. ألف الحمد لله. عمي وما عندك شيء أمل إلي؟ أنت راعي أختك، راعي جارتك، راعي أمك وبنتك.
راعي كل انثى على ارض الوطن وكل انثى خارج حدوده، وساعتها رح تشوف سوريا كيف رح تصير. لانه مثل ما بتعرف الام مدرسة، اذا اعددتها شعبا طيب الاعراق. الله يجزيك الخير يا عم. شو تمرني يا عم؟ انا ما بدي مصاري، المصاري وسخ الدنيا وبتروح وبتجي. بس وطنك اذا راح تبقى غريب وين ما رحت وين ما جيت. انا بعتك امل، حقق الامل هذا ازرع غرسه بالوطن. يلا اختي خلينا نمشي. لا، عيب ايدي اللي بدها تزرع الوطن، ما بدها حدا تتعكز عليه. الله يا وطني مع أرواح، الله يا وطني مع أرواح ومع أروع رجالك. الله يا وطني مع أرواح. انا بياع الاماني، بياع الامل. بالامل بتبني وطن، بالامل بتبني انسان، بالامل بتصنع رجال. قرب اشكيلي همومك ولا تتمع هموم بيومك. انا بياع الاماني، بالكلمه بصنع اغاني، بالكلمه بصنع انسان. قرب اشتري يا فلان، الوطن محتاجك فلا تكون اناني. شو هالخرطة هي؟ يعني عاقل يحكي وهبل يسمع. بس برافو عليك، فكرة ما خطرت على بال حدا بحياته. يا عالم قديش نبض كل يوم. أنا بياع الأماني، بياع الأمل. بالأمل بتبني وطن، بالأمل بتبني إنسان، لك بالأمل بتصنع رجال. قرب اشكيلي همومك ولا تتمع همومك بيومك. أنا بياع الأماني، بالكلمة بصنع أغاني، بالكلمة بصنع إنسان. قرب اشتري يا فلان، الوطن محتاجك فلا تكون أناني. ونحن ما بنحتاج الوطن بشي شغلة تنفع. والوطن ما قصر يا ابني، هي عم يحوينا ويعلمنا ويكبرنا. إلى هون وحاج، أنا أصلا لا تعلمت بمدرسة ولا بعد كبارة ولا بكتب. ومن وين لوين عم يحوينا إذا نحن مشتتين هون وهون وهون. ولك أنت هون وهون وهون، شو بيسموك؟ محسوبك أو كحلة؟ محسوبك أو كحلة؟ أو كحلة يا شيخ الشباب، اللي بيسرق الكحل من العين. ولك أنت إذا كنت عالم ذرة ولا اللي بتسرق الكحل من العين والعياذ بالله، فأنت هون وهون وهون. اسمك سوري، لازم ترفع اسم بلادك وين ما رحت ووين ما جيت، ولازم تظهر بأحسن مظهر. يا عمي طول بالك علينا، في عندك ناس بدها حلم الله. قلت لي في ناس بدها حلم الله؟ ايه في ناس بدها حلم الله. ولا تؤاخذني بهالكلمة، انت شو بدك؟ ما بدك حلم الله لحتى الواحد يقبلك بالوطن ويعتبرك من اولاده اللي ما بيسرقوا الكحل من العين والعياذ بالله. ما فهمت شو قصدك؟ طول بالك، استوب عرفتك طول بالك. انا زلمه ادب، كسر الصلاة على النبي. ضربت شيرتك انا. طول بالك، هدي لا انت حاطها كثير متدهورة، هي ما بتنفع معك.
بالك يا ابني طول بالك. هذا دواء صح؟ ماله لاله ولا طعم ولا حتى ريحة. فخذ لك جرعة وشوفها شوفي معي. ترى انا اظن الطريق من هني. لا الطريق من هني. بس يا اخوي الطريق هذه دلالته. يا اخي ما هي دلالته، هي دلالته. ما شاء الله عليك. وانت شنو عرفك بدلالة الطريق؟ انا احكي واسولف الطريق هذه دلالته. ولك شو انت خبيث؟ لو ايش الغلطة ابن العم؟ انا بحكي واقول واسولف ان الطريق من هني يعني من هني. بس انا ما اقدر ايدك على غلط. تأيدني ما تأيدني هذا الشيء لا يهمني. اللي يهمني اني ودي اصل لبير واشرب. انا احسن. شوف يا اخوي، اذا حتروح من هذا الطريق ما حتلاقي نقطة موية واحدة. اذا حتروح من هذا الطريق حتدوب الصحراء، وانا ما اقدر امشي على كلامك، ما اقدر ايدك على غلط. شنو؟ تعال ترى بدك تأيدني غصبا عنك. واحد سلم. الله يسامحك. عجب هذا يكتب ذكرى على الرمل. صفعني اليوم صاحبي على خدي. هتصفعني اليوم صاحبي على خدي. يا اخوي بتحب نمشي بالطريق اللي انا سولفت لك عنه ولا انت اللي ضربتني عشان؟ لا الطريق اللي انا حكيت لك عنه. تفضل. تفضل. وي هذا بير. بس ما له لا حبل ولا دلو مدف في المويه. اسمع، خلينا ندورنا على شي شغله نسحب فيها المويه. نعم. اخوي خلينا ندورنا على شي شغله نسحب فيها المويه. لا انا اقدر امد حالي واقلب المويه واعبي سهله. ولك انت شو تحكي يا اخوي بالعقل. خلينا ندورنا على شي شغله نسحب فيها المويه. مش بالدولة حكيت انا حميت من العطش. وانا الحين انا ميت من العطش. هقول لك حنزل يعني حنزل. يا اخوي انا قلت لك اني عطشان بس بالعقل. تعال لد هذا البير احنا لا نعرف قديش غمقه ولكن يمكن تغرق. يعني كان بده يكون عمقه متر ولا مترين. هقول لك حنزل يعني حنزل. بس انا ما راح اخليك تنزل. شنو يعني؟ بدك تضربني مرة ثانية؟ والله معلش الله يسامحك. يا اخوي انت تدري ان احنا دائما نختلف بالراي، وانت عارف ان رايي هو الصح. بس مش دائما انت سبب الجرة يا اخوي. واذكرت هذيك المرة انت اللي على صواب، فهذه المرة انا اللي على صواب مش انت. يا اخوي هسه نزلت كنت تضر نفسك. يا اخوي اللي بده يصير بطلت فارقة معي. بس انا ما راح اخليك تنزل. ما بدك تخليني انزل. ما بدك تخليني انزل؟ اعتذر من الاستاذ سابق اسود، انا ما اخرج التمثيل. جيب لك واحد يمشي كلامك. شو؟ ما راح اطلع. بدك تطلع كمل المشهد. لا بدك تطلع كمل المشهد. ما ينفع. يا لا
اطلع كمل المشهد. ما بطلع. بدي انزل بالبير. اخوي اطلع كمل المشهد. بدي انزل بالبير. يا اخي اطلع انزل بالزفت، اطلع كمل المشهد. هيك بدي اياه. فضحنا. ساعدوني الحقوني ترى انا اغرق ساعدوني. شو يا شاطر بدون يا شاطر بدون ساعدوني يا شاطر ساعدوني. اقدر مش واصل يا اخوي مش واصل. شكرا لك يا اخوي. شنو ها؟ شنو ها؟ شنو ها؟ شنو انت؟ ما تعرف مين هني؟ مين يعني؟ في احتمال يكون في حدا من داعش هني. ولا بنكون بشيء ونصير بشيء. يا شحاتك بدو يا شحاتك يا شحاتك بدو. عاد انا ما كان لازم انقذك، كان لازم اسد حالي فوقك، والله كان الحمد. ما شاء الله عليك طالع. ما تبدا قلنا ما شاء الله عليك. اخوي خلينا ندورنا على شي شغله نسحب فيها مويه. طب انتظر وين تروح؟ قصدي اليوم صح بدوي بن الخرج. خزن اليوم صاحبي بدوي بن الخرج. مش انت هيك سويت؟ اسالك بالله يا ابوي سامحني لما صحتك عشان انت. شوف يا اخوي، ترى اللي يغفر لك ذنبك الحين لا عملت معسة. بالله عليك ترى اسالك سؤال. تفضل. ليش لما صفاتك يا خلقتك ما سجلت اسمي عظمك، بس لما انقذتك من الغرق حفرت اسمي على الصخر؟ شوف يا اخوي، ترى على مد الايام اسجل اساءات الناس من حولي. عظمك تيجي الرياح تاخذها ما يضل منها شيء. ترى على مد الايام مره ثانيه اسجل فعلا خير على الصخر. شنو تيجي من الرياح ما تاخذه، وانا هيك سويت باسمك. شنو يعني ها شنو؟ يعني الرمل إساءة والصخر معروف؟ بالضبط يا اخوي. يلا بينا نكمل مشوارنا. تفضل تفضل. في بدر نحن إذا بدنا نقعد نتذكر كل شيء أذانا فما رح نقدر نوصل لنتيجة غير إنه نزرع الحقد والعنف في قلوبنا، وهذا الشيء ما رح يخلينا نقدر نساعد فيه بعض. شفت يا أبي؟ شفت عمي شفت. لشو عم تحكي وأنت متضايق؟ لأني كل اللي عملته يا عمي
ما مشرفني إذا كتب على رمل أو إذا كتب على صخر. خليك ابن البلد وخلي الوطن يعلمك. ما دام ما رحت على المدرسة والله شو رح تساوي؟ بعد ما شفت وشربت من الدواء السحري رح دور على أي طريق أنقذ فيه اللي ممكن إنقاذه في هذا البلد الجميل. وراح تشوف بكرة إنه كل صخرة بالوطن عم تحكي حكاية جديدة، تضحية جديدة. نحن ما فهمنا بعضنا ولا فهمنا وطننا، بس معلش لسه الوقت كلياته ما راح، بإمكاننا نعوض اللي فات. أمرني عمي. أنا حقي بيوصلني مع أول شجرة تنحفر ببلدنا. لعيونك لعيونك لعيون الوطن، وبإذن الله رح نخليها لحصن لكل السوريين. وراح تشوف إنه كل صخرة عم تحكي بتقول نحن مين، ونحن شو عملنا بالمهنة اللي تعرضنا لها. راجع وطني عمي، راجع وطني أبدي براحي ودمي. ما رح أوصيك بوطنك، ما رح أوصيك بوطنك. اللي بيعرف كلمة وطن يا عمي لا توصي بشيء. وأنا عرفت شو معنى كلمة وطن، عرفت شو معنى كلمة وطن، عرفت شو معنى كلمة وطن. ولك ابني بدل ما تسرق الكحل من العين خفف الدمع من العين. حاجتها بلدنا دمع. حاج حاج حاج. العش والعصفور. لم أدرك خلال تلك السنوات أني وأولادي وآبائي من بلاد السنوات. لم أدرك سر هجرة الطيور حتى نزحت عن وطني كعصفور. أضناه الجوع والعطش وجنحه الأيمن مكسور وجنحه الأيسر مبتور. لم أدرك أن العش قاموس لغة وليس كلمة في أبجدية وسطور. فلا تقل عش، وما نفع عيشة المقهور. 5 عقود أنفقت متعففا عن الإنفاق وعشت قتور لأبني في وطني دار وفي يوم وليلة يبني عشه العصفور. 5 عقود والحرمان يرافقني ولص البلاد على الاكتناز جسور. 5 عقود ووطني يقتات من أطفالي ضرائبه ليبني القصور. 5 عقود وأنا مرمى على أرصفة الانتظار كسكان الجحور. وفي 5 ثوان حطم الحلم حاقد متهور ومغرور. ما عدت أفكر بالعش، فتشت عن أطفالي بين الأنقاض وبين الصخور. فتشت عن هويتي التي تأكلها النيران خوفا من حواجز أمن النظام وعود الخيزران إن فكرت بالعبور. 5 عقود عشت مكبلا بالأصفاد وفكري معتقل في قفص يقتات ثقافة الخنوع والخوف. وأمام بندقية الصياد وزخائره هل يتجاسر العصفور؟ 5 عقود تركتها خلفي حين نزحت وآلامي تتعدى البحور. وحين عبرت وطني أودعته الله وودعته بدمع جهور. شعرت أني خلقت من جديد. نسيت العش وأطفالي الذين قضوا وزوجتي التي أريق دمها الطهور. نسيت خوفي، ألمي، جوعي. فللحرية مذاق لم أتذوقه في وطن القدس. والأفكار تراودني بانسياب وما عادت مكبلة بالأصفاد. نعم فأنا حر. نعم أنا أشبه العصفور. نعم أنا بلا عش، لكنني عائد كي أسور. فكفى سخافة الماضي، إن ثقافة الحاضر ترشدني. ولن أبكي دار قصفت
لن أبكي دار قصفت، عائد لأحرر وطني من طاغية تعيدنا أحرار. فلله در امرئ أسقط ثقافة البعث، ثقافة الذل، وأدرك ثقافة العصفور. وما عدت أحتاج عش الياويني، فوطني القدسي بيتنا الأوحد، بيت لكل حر، لكل طائر وعصفور. عندك ما نشرب لك ابني. أنا بياع الأماني، بياع الأمل. بالأمل بتبني وطن، بالأمل بتبني إنسان، بالأمل بتصنع رجال. قرب وشكيل همومك، ولا تتم هموم بيومك. أنا بياع الأماني، بالكلمة بصنع أغاني، بالكلمة بصنع إنسان. قرب واشتري يا فلان، الوطن محتاجك فلا تكون أناني. تضرب انت والأناني تبعك. ذاتها ما حدا خرب بيتنا غير كده الحكي تبعكم. طولي بالك علينا خالتي الحجة. هادي ابني لسه طول بال سنين وسنين وما عم لاقي شيء يفرح ولا لاقي شيء يدل على انه هالولد رح يرجع لبيته ومدرسته مثل العالم الخلق. الله كريم، وراح يرجع الكل على بيوتهم. مو بس هذا الطفل. ما شاء الله. شو اسمك انت يا عمو؟ اسمي نضال. نضال؟ اسم جميل لبطل المستقبل. يا حسن وين المستقبل بعد ما ماتوا امه وابوه؟ يعني انتوا كنتوا هون بالمقبره عم تزوروهم؟ صرنا امه، بس ابوه طفى بالجبهه ودفناه هنيك. انت ابن شهيد؟ الله يتقبل شهيدكم يا حجة ويجعل مسواه جنة. اللهم امين. يلا نانا يلا قدرنا نلحن بكره انه نمشي. يا رب. لوين عزم ان شاء الله يا حجة؟ بدي اخذ هالولد ونسافر ونعيد البلد المفسدين اللي عم يدمروها. لا يا حجة لا. معقول ان بطل شهيد عم تحكي هذا الكلام؟ نحن ما رح نتراجع وما رح ننهزم وما رح نرضى الا بالحرية. والنفس اللي عم يموتوا لك ابني. انا ابني توفى بالجبهة، بس مرته وبناته ماتوا ببيتهم قذيفة مدفع. واللي صاير انه ما حدا عم يقدر يوقف آلة الحرب عم تفتك بالشعب السوري وتحولوا لاشلاء او اسماء على صفحات الشهداء او المعتقلين اللي عم يموتوا واحد ورا الثاني. استني شوي، استني يا ابو سيدي اختار. استغفر الله العظيم يا اخي. انا بياع الاماني، بياع الامل. بالامل بتبني وطن، بالامل بتبني انسان، بالامل بتصنع رجال. قرب واشكيلي همومك ولا تتم همومك بيومك. انا بياع الاماني، بالكلمه بصنع اغاني، بالكلمه بصنع انسان. قرب واشتري يا فلان، الوطن محتاجك فلا تكون اناني. خدي لك جراح حجه. لك ما عيب عليك عم تضحك علي بعد كل هالعمر ولك ابني؟ ما شو لا كان اللي بيضحك عليك حجه؟ انت ام شهيد، يعني انت بتنحطي على راسي كل بالوطن. انت قدمتي اغلى شيء عندك، فخدي لك جراح. لك عن جد ولك ابني؟ طبعا عن جد. وهي للبطل اللي اسمه نضال، هو ابن بطل شهيد. ابن الشهيد نحن أولادك. ابن الشهيد نحن أخواتك. ابن الشهيد نحن أولادك. ابن الشهيد نحن أخواتك. ابن الشهيد نحن أولادك. ابن الشهيد نحن أخواتك. ابن الشهيد
اولادي. الله يرضى عليكم. ديروا بالكم على حالكم. الله يرضى عليكم. وليش ما بتبقي بالوطن وتديري بالك عليهم؟ ما دام اعتبرتيهم اولادك. شباب وصبايا مثل فرحة القلب عم يكونوا هدف للطيار وبراميله، والكلب ابن الكلب ما عم يقدر يسكتهم الا لما بيقتلهم. حاجة دم ولحكتني، حاجة دم، حاجة دم، حاجة دم. يا ربي. لا لا أنا بدي أقف في وطني. ليش يا نانا؟ أنا مبسوطة لما عم بترك الوطن. إي والله والله طلعان روحي أهون علي من طلعاني برات الوطن. والله والله. لا أنا بدي أقف في وطني. يا حجة الولد اللي عم بيقوله صح. لازم انتوا تبقوا هون بالوطن يا امي، ولازم انت تبقي ام لكل الثوار الاحرار اللي ما فسدتهم اياه وما ضلوا عن الطريق. ولازم هالبطل ابن البطل يكمل مشوار ابوه، والا بيكون دم ابوه راح ببلاش، وبعمره ما كان دم الشهيد ببلاش. لازم نضال يكمل مشوار ابوه. لا لا، ابن ابني ما بديش الاسلام، ولا بدي يقتل سوري، ولا يقتل على ايد سوري. ومين قال انه انا بدي طفل صغير يشيل سلاح؟ بدي يشيل فكره حلوه، يشيل فكره اعمار وطن، يشيل فكره يخلي بلده يزدهر ويخلي ثورتنا تزدهر. وانت يا حجه مثل ما علمتي ابنك على الجهاد وعلى الفضيله وعلى حب الوطن، علمي ابنه. ما بقي بالعمر بقيه ولك ابني. ما بقي بالعمر بقيه؟ طيب ليش نقضي بقيه عمرنا برا وطننا وناخذ مواقف سلبيه؟ خلينا ايجابيين وخلي ثورتنا تزدهر. يا حجه نحن بلدنا جنه وما في عائل على وجه الارض بيطلع من الجنه. بس الجنه تبعنا سلط عليها ابليس، ابليس عم يفسد ويدمر ويحول العالم لاشلاء. نحن بنعرف من القرآن انه ابليس ابى واستكبر، فربك طرده من الجنة وما راح يعيف ابليس وراح تبقى عنا. راح تبقى عنا وبس. سمعاني؟ راح تبقى عنا وبس. ربك قال الكتاب العزيز وان ربك لبالمرصاد. بس مثل ما انك شايف لك ابني، الجنة تبعنا مهدومة مقصوفة ومادة ملك ابني. معلش ولا يهمك، نحن بنعمرها بس لازم نحط ايدينا بايدين بعض. لا خلينا هون وخلينا نعبرها. كرمال عيونك وكرمال دم ابوك الطاهر الزكي رح نعمرها. انا بياع الاماني، بياع الامل. بالامل بتبني وطن، بالامل بتبني انسان، لك بالامل بتصنع رجال. قرب اشكيلي همومك ولا تتم همومي بيومك. انا بياع الاماني، بالكلمه بصنع اغاني، بالكلمه بصنع انسان. قرب اشتري يا فلان، الوطن محتاجك فلا تكون اناني. بالفعل يا ابن الوطن يا غالي، الوطن محتاجك فلا تكون اناني. بالفعل يا ابن الوطن يا غالي، الوطن محتاجك فلا تكون اناني. بالفعل يا ابن الوطن يا غالي، الوطن محتاجك فلا تكون اناني. لوين يا حجة؟ انا رايحه ابني خيمه بلدي واقعد فيها، احسن ما اطلع طلع برات البلد انزل فيها. يلا انا استني نضال. أنا بياع الأماني، بياع الأمل. بالأمل بتبني وطن، بالأمل بتبني إنسان، بالأمل بتصنع رجال. قرب اشكيلي همومك ولا تتم همومي بيومك. أنا بياع الأماني، الكلمة
بصنع أغاني، بالكلمة بصنع إنسان. قرب اشتري يا فلان، الوطن محتاجك فلا تكون أناني. ايه ها؟ اتلا صورتك بتجنن يا عمي. وانت شو صورت؟ وليش؟ لك رح ابعت لك صورك على النت، رح تصير مشهور. انبسط يا عم. ومين قال لك انه انا بدي اصير مشهور؟ بتكون بتخاف تروح صورك عند النظام. ايه انا صوري مرسومه محفوره بكل سجون النظام وبكل افراده الامنيه، وصورة هالنظام الفاسد محفوره هون براسي، ولا ما غيرها وغير النظام. معناتها انت ما خفت من الصوره. بدي اسالك، انت مبسوط باللي عم تعمله؟ طبعا انا لازم انشر كل شيء عم بيعملوه وافضح كل شيء. كل شيء كل شيء؟ طبعا. وانت بصورتك عم تحكي على كل الاعلاميين؟ بصراحه عم بحكي عن فساد النظام وبس. يا ابني اسمع الكلمتين مني. النظام علم الاعلاميين تبعه سياسه الانتقاد لاضعف. مثلا بازمه الغاز ما فينا نحكي على الدوله اللي ما امنته، فمنصير نحكي على شي شخص محتكر 4-5 جرار. شيء طبيعي لانه نظام فاسد. وانت بصورتك عم تحكي على كل الفاسدين ولا عم تحكي على فساد النظام وبس؟ بصراحه عم بحكي عن فساد النظام وبس. معناها انت نص صحفي او نص اعلامي. الاعلامي الحقيقي لازم يحكي عن الخير والشر وكل مكان، والا ما بيكون اسمه اعلامي، بيكون اسمه بوق. وانت بتعرف شو معنى هاي الكلمه مو هيك؟ كيف؟ استنى شوي. ايوه خذ لك جرعه اماني. ايه بس هي فاضيه. إيه ما أنا الدواء اللي عندي دواء سحري ما له لا له ولا طعم ولا حتى ريحة، فخذ لك جرعة وشوف هالشوفة معي. على وطن الحبيب متى الحياة به تطيب، يشكو الغريب ويشتكي من هول ما فعل القريب. على وطن الحبيب، على وطن الحبيب متى سينهض من جديد ويعود فيه الناس أحرارا وتنكسر القيود. على وطن الحبيب متى سينهض من جديد
ليش حصتي؟ ما حصتي يوم بكره؟ بعدين بمرق لك نص حصص اليوم وقدم بكره. لا ما بكفوا. دوك جوعان كثير. لما انت تعطيني النص بصير عند العالم امن انه بجي حصص غاسه، وقتها ما حدا بيشتري من عندي ولا كيلو سكر. بس هي حصص العالم ما بحسن بعطيك اياها كلها. لك حبيبي مو قلت لي رح تعطي النص؟ ايه مثل ما رح تعطي النص خرجك تعطيني كله. خلصنا حول بضاعة مستودع تعال على البيت نشرب كاستين كاي حاسب. يعني ما راح تعطيني شيء هلا؟ لك حبيبي انا تاجر ما بشتري سمك بالماي. حول بضاعة وفوت مصاري. طيب اعطيني معقول اقل شيء. مو لازم شهر بالاول. خلص رح ابعت لك اللي بدك اياه. ساعتك تاخذ اللي بدك اياه. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. السلام عليكم. وعليكم السلام. جاكم حصص إغاثية شي عمي؟ أنت من أي حي؟ أنا من الحي الفوقاني. روح سجل اسمك ونيك اسمك ماله عندي. أوه علينا. أنت بتقول لي طلع سجل اسمك فوق وهن بيقولوا لي زي سجل اسمك تحت. وأنت مسجل اسمي وهن مسجلينه. وصار اسمي يتسجل أكثر من 10 مرات وما وصلني شيء. بدنا ناكل بدنا نعيش ونموت من الجوع يعني. شو بعمل لك يعني؟ إذا المنظمة ما بعتت شيء بعطيك من جيبي؟ أنا ما عم بقول لك تعطيني من جيبك. أنا بدي حقي الإغاثي إذا لي عندك حق. طيب روح وبين علي الشهر الجاي. بركي يكون طالع حصة. يعني عم اشتغل يا جماعة. لا باخذ لا راتب ولا أجرة. وبصراحة سعري بسعرك. إيش هي سعري بسعرك؟ إيش هي سعري بسعرك؟ إذا أنت بيرك هون بدك إياه بيجي لعندك. وأرجيلتك قدامك. وأنا طالع من صباحية الله عم بدور على حصة هالإغاثة. وما بتعطوني اياها. بس معلش عند الله ما بضيع شيء. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. انت خبيت حصص ولاد عمي؟ طبعا. وحصة اربع المجلس؟ هدول شلتهم اول شيء. وش قد في عندك حصص؟ بيطلعوا 10 واكثر. عدلك اياهم؟ لا تعد بكفي. ما عندك شي مصور يصورهم؟ حاطط شي صور للتوثيق. نحن من الاساس عم نشتغل لوجه الله. مصور ما بدي قصات. لا ما لي ضربك. وقفت عم نصور. طبعا عم قصة. ولا قال لك اعطيت انتين وخلي طلع لنا صورة على الوطن. بس هدول نصوصه حرامية. والصحفي الشاطر لازم يحكي عن كل شيء سيء بالوطن حتى يتم اصلاحه، ولا ما بيكون اسمه صحفي، بيكون صحفي مرتزق. معك حق يا عمي معك حق. مني يا عمي انا جاي لحتى حقها من ذهب. بس مثل ما بتعرف نحن بثورة لأن ضفيرة وليه ضفيرة. انا حقي بيوصلني مع اول حركة تغيير بتصير بالبلد. نحن طلعنا بثورة حتى نشيل الظلم من عن الناس، مو لحتى نعدد الظلام ونحط السيوف على رقبة العباد. معك حق يا عمي معك حق. نحن مو لازم نخدع، لازم تبقى ثورتنا على الفساد والفاسدين حتى تصير سوريا جنة لكل العالمين. حتى تصير سوريا جنة لكل العالمين. أنا بياع الأماني، بياع الأمل. بالأمل بتبني وطن، بالأمل بتبني إنسان، بالأمل بتصنع رجال. قرب وشكيلي همومك ولا تتم هموم بيومك. أنا بياع الأماني، بالكلمة بصنع أغاني، بالكلمة بصنع إنسان. قرب واشتري يا فلان، الوطن محتاجك فلا تكون أناني.
هذا اللي تاجر دم الشهداء. شو رأيكم نسامحه ونخليه ينخرط بالمجتمع المسلم؟ أنا برأيي إنه نسامحه. لا لا لا، أنا ما رح سامح. قبل ما أعرف هاد شو استفاد. وقت اللي اقتنع حساب لمة المحتاجين. شخص مثل هاد ما في حاجة نذكره باللي ساواه، لأنه بيعرف اللي ساواه وبيعرف نتائج اللي ساواه. يا أخي حرام عليك. في نسوان بعد عندها قطع من ولادها. في أطفال قضوا الليالي عم يبكوا محتاجين لرضعة حليب بالوقت اللي أنت كنت عم تاكل فيه شحم ولحم. أنت شوهت الثورة وشوهت سمعة السوريين. وقت اللي صار قسم منه حرامية مثلك، وقت اللي صار القسم الأكبر منه يتنقل من مكتب إغاثي للثاني. ليش حلقبك؟ الله يستفد فيك، الله يستفد فيك. عمي أنا دمي ما رح يسامح. فاعذروني. بس أنا برأيي إنه لازم يكون عبرة لكل البشر بالحياة وبالممات، وأنا رأيي إنه نسامحه. بس هاد كان عيون إنه عم يشتغل لوجه الله، ولك هاد شوه حتى صورة الدين بعيوننا، شوه كل شي حلو. شخص مثل هاد لازم يبقى عبرة لغيره حتى يعرف الكبير والصغير بهالبلد إنه هالبلد ممكن يجيها شخص مثل هاد. إيه ممكن يجيها شخص مثل هاد ويغدر فيها بلحظة، لأنه طبيعته الغدر. بس سوريا الطاهرة مثل البحر، تلفظ كل شي ما هو منها. عمي أنا رح سامحها لأني سورية، لأني سورية وبفتخر. بس شخص مثل هاد لا يا شخص لا، كرمال عيوننا وعيون سوريا أنا رح سامحه، رح سامحه. وهذا هو وطننا، جميل بشعبه المتسامح، جميل بشعبه المكافح. وشعب مثل هيك شعب بعمره لا بينهان ولا بينزل. يلا شو عم تستنوا؟ قوموا وازرعوا وردة، قدموها لكل يلي واقفوا جنبكم، لكل الشعب السوري الصامت في الداخل، رغم من كل يلي عم يشوفه من ظلم وقهر وقتل. نحن ما دام الله معنا وعقلنا معنا فما رح نتأخر عن واجبنا ولا رح نتأخر عن وطننا، وانتو كمان لا تتأخروا، الوطن عم بيناديكم. يلا قوموا قولوا الله، حكموا عقلكم. بالعقل نبني وطن، بالعقل نبني إنسان، بالعقل بنعوض أي طرف مكتورة وين قصر فينا. يلا قوموا قولوا الله. نحن ممكن نختلف بلحظة، ممكن نشيز عن الطريق السليم عن الصواب، بس بلد الخير اللي بتريد لكل اولادها الخير ما بتستاهل لكل خير. فيلا يلا يا اهل الخير، قوموا ارجعوا وطنكم، عمروه بمحبتكم وخلوه جنة. مثل ما أنا ترجموا صوت القصف بصوت الرعد، ممكن انتو لك انتو تقدروا تترجموا كل شيء بشيء نفيد بلدنا ونرفع من شأنه. يلا سوا نعمرها، ولك يلا شو عم تستنوا؟
نرجع بالزمن لبعيد كتير. خلونا نرجع ذاكرتنا للتاريخ الحديث ونشوف اليابان. خلونا نشوف اليابان كيف قدرت تنهض بعد مجزرة هيروشيما وناغازاكي. أو مثلا ألمانيا اللي تصدرت دول العالم بعد الكارثة اللي صارت فيها بالحرب العالمية الثانية. صدقوني سوريا فيكم أقوى، بس انتوا حطوا ايديكم بايدين بعض ورجعوا خلونا نعمرها. ارجعوا يلا، شو عم تستنوا؟ قولوا والله يا رجال، قولوا والله. اكتبوا عربي مأساتكم ومعاناتكم بالنزوح والنجوم. احفروا على الصخر، احفروا على الصخر اسم سوريا، لأنها بكل فخر هي أصل الإنسان بمهد الحضارات. وبلدنا اللي مر عليها مغول وتتار عاد فيها فساد، قامت ونهضت وصمدت، واليوم فيكم رح تسموا. فيلا شنو عم تنتظروا؟ سوريا بدها مين يعمرها ويحميها. انتوا اليوم عايشين محنة وعم يتعانوا كتير، بس شوفوا اطلعوا حواليكم، شوفوا الشعوب اللي تعرضت للمحن، تعلموا منهم وعلموهم، ولا تعتمدوا على حدا ابدا، اعتمدوا على الله وبس، وصدقوني انتوا هيك رح تنتصروا. نحن رح نضل نحارب الفساد، ورح نضل الشعب كلون وبزا كل اللي اضلوا، كل يوم نطلع انفسهم بالسوق، رح نحاول نصلحهم ونخليهم مننا وفينا، ما نصير منهم وفيهم. Ey kardeş Türkiye halkı, Suriye halkı olarak yaşadığımız bu zorlu süreçte hep yanımızda oldunuz. Gerek Türkiye hükümeti, gerekse Türkiye halkı olarak bizi bir an bile yalnız bırakmadınız. Özgürlük adına verdiğimiz bu mücadelede tarifi imkansız olan zorluklar yaşadık. Evimizden, yerimizden ve yurdumuzdan olduk. Yakınlarımızı, sevdiklerimizi kaybettik. Geçen her gün acımız daha da arttı. Ancak yalnız değildik. Sizler yanımızdaydınız ve bizimle oldunuz. Ve bizi misafir olarak kabul ettiniz. Ve son olarak Türkiye yaşadıkça büyük Suriye halkı da yaşayacak. سوريا اليوم عايشة محنة بس لوجوه اختلفت. سوريا اليوم عايشة محنة بس لوجوه اختلفت. نحن الشعب الفلسطيني حاربنا إسرائيل، بس الشعب السوري عم يحارب نظام أقصى وأشنع بجرائمه. نحن عانينا من الانقسام الداخلي، بس رح نقدر نتجاوزه مع بعض. الشعب السوري والفلسطيني واحد بالنضال. الشعب السوري والفلسطيني واحد بالنضال، واحد بالشهادة، واحد بالقضية، واحد بالسعي خلف حريته. احنا لما نحط ايدينا بايدين بعض اكيد رح ننتصر. ما في فرق بين غزة وبين حلب، ما في فرق بين فلسطيني وبين سوري. احنا شعار ثورتنا واحد واحد واحد، سوري فلسطيني واحد. هلا رح نقوم ونصيح واحد واحد واحد، الشعب العربي واحد. يسألوني أي أحلى، بلد ولا بلدنا؟ قول ما في أحلى من جنتنا سوريا. سوريا الأم، سوريا الوطن، سوريا اللي احتضنتنا نحن وصغار، نحن وكبار،
وحتى نحن تحت التراب. سوريا اليوم من حق علينا تشوف اولادها حواليها عم يعمروا امجادها من جديد. سوريا اليوم بدها صوت الحق وصوت الحكمه وصوت الفضيله، وانتم اهل الحكمه واهل الفضيله. فيلا يا اختي، يلا يا خيي، يلا يا امي، يلا يا بيي، حطوا ايديكم بايدين بعض وعدوني وعدوا بعضكم انه نرجع نعمر سوريا من بدء وجديد. سوريا طول عمرها حلوة وفيكم رح تبقى أحلى. فيلا ايش عم تستنوا؟ خلونا نعمرها بالكلمة الحلوة، بالأدب، بالعلم. رح نعمرها، رح نعمرها، رح نعمرها. على وطن الحبيب متى الحياة به تطيب، يشكو الغريب ويشتكي من هول ما فعل القريب. الغناء المسرحي تشكر مدرسة السوريين الأولى وحركة الهلال الذهبي وألوية فجر الحرية لرعايتهم للعمل. كل الشكر لفرقة الآباء المسرحية وقائدها كاتب ومخرج العمل الأستاذ صادق أسود. والشكر موصول للأستاذة منال التي ساعدت بالإخراج. الأستاذ بشار أبو جميل، سمية أسعد، محمد أسود، ياسمين جميل، الأستاذ محمد نور ياسرجي، علي سقعان، زينب هورو، ضياء أبو الهدى، سالي أبو جميل، نضال أسعد، حسناء جميل، بسام أسعد، دلع، إبراهيم إيبش، شيرين حسين، علاء حطاب،
شكري، شيار، يزن، حيان حاج عمر، يمان حاج عمر، مجدي، خليل، عبد الله، جاد أسود، خالد أسعد. Şimdi oyunun yazarı ve yönetmeni Sayın Sadık Esved'e plaketini vermek üzere Rektör Yardımcım Profesör Doktor Osman Türel Beyefendi'ye davet ediyorum. Kürsüye davet ediyorum. Değerli misafirler, Suriyeli kardeşlerimizin ortaya koymuş olduğu bu başarılı oyundan dolayı başta yönetmen ve senarist Sadık Esvet Beyefendi ve bu oyunu başarıyla sergileyen Nida Tiyatro grubunu hepsini yürekten kutluyorum. Çok teşekkür ediyorum. Üniversitemizde, fakültemizde böyle bir oyunu sergilediler. Her ne kadar biz Türk dinleyiciler ammice olduğu için dilini çok anlamasak bile ben eminim en azından lisan halinden ne demek istediklerini çok iyi anladık. نحن جامعة كلية الإدارة كفرع الإلهيات نشكر لكم إنه على جهودكم كثيرا ونقول لكم من قلب شكر بأنكم أنتم ألقيتم هذه المسرحية. شكر خاص للأستاذ صادق أسود بشكل خاص للأشخاص الذين مثلوا في هذه المسرحية. يعني قديش ما كان إنه هالمسرحية كانت باللغة العامية إنه في عالم ما فهموا عليها، بس أكيد رح يكون في عالم إنه من الألفاظ وبالحركات والشغلات اللي أنتم عملتوها فهموا عليكم. أشكركم جزيلا. Biz Türkiye'deki bizler burada olan, burada olmayan Suriyeli kardeşlerimizin çektiği sıkıntıları, acıları, ızdırapları çok yakından biliyoruz, hissediyoruz, müşahede ediyoruz. Elbette hani bizde bir söz vardır, tatmayan bilmez. Bu acının ne olduğunu kendileri çok daha iyi biliyorlar, biz onlar kadar anlayamayız. Cenab-ı Hak yar ve yardımcıları olsun. İnanıyorum ki her gecenin bir sabahı var. Bu sıkıntılar devamlı olmayacaktır. Bir gün gelecek inşallah bu kardeşlerimiz huzur ve mutluluk içerisinde yurtlarına dönecekler. Vatanları selamete kavuşacak, hürriyetine kavuşacak inşallah. Ama şundan da emin olsunlar, buradaki kardeşleri yani bizler ellerimizden geldiği kadar, şimdiye kadar olduğu gibi bu kardeşlerimize her zaman evimizi, bağrımızı, vatanımızı açtık. Kendileri bizlerin misafiridir. Huzur içerisinde olsunlar, güven içerisinde hissetsinler. Bizler elimizden geldiği kadar kendilerini kardeşimiz ve misafirimiz olarak bildik, böyle bileceğiz. Müsterih olsunlar, sabırlı olsunlar. İnşallah sabah yakındır. İnşallah bu sıkıntılı günler bir an önce bitecektir, onu temenni ediyoruz. Cenab-ı Hak ve yardımcılar olsun. Böyle bir oyunu burada sergiledikleri için ben tekrar teşekkür ediyorum. Ayrıca biz gerek üniversite, gerek İlahiyat Fakültesi ve diğer Arap Dili ve Edebiyatı bölümü olarak bu kardeşlerimizin bu tür faaliyetlerinden faydalanıyoruz. Öğrencilerimizin onların faaliyetlerinden, Arapçalarından azami derecede istifade etmesini de istiyoruz, temenni ediyoruz. Her türlü işbirliğine de hazırız. Bunu da ifade etmek isterim. Tekrar çok teşekkür ediyorum kendilerine. Bütün oyuncularımızı, sanatçılarımızı hepsini kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Çok teşekkür ederim. نحن كمواطنين أتراك وكحكومة تركية دائما راح نكون بجانبكم وراح نسعى معكم للنهاية. يعني طبعا اللي ما بيدوق الأزمة ما بيعرف قديش شلون هي طعمتها، بس لا تتألموا يعني لأنه دائما نلاقي في
في له فجر، راح تطلع الفجر، راح تصير الصباح. انتم لا تفقدوا الامل وكونوا دائما متفائلين، ونحن كحكومة تركيا كجامعة راح نكون جانبكم وراح ندافع عنكم متى ما كان. نحن كمسرحية انت ما بتكون راح نكون جانبكم مساعدتكم، ودائما نحن بنستقبلكم وابوابنا مفتوحة لكم. أنا باسمي وباسم فرقتي، وما بعرف إذا لي حق أتكلم باسم الشعب السوري، أنا بشكر الشعب التركي المضياف والحكومة التركية اللي فتحت لنا بوابة، ولا نحن كنا بنكون تحت البراميل وتحت آلة القصف الأسدية. الشكر الجزيل للحكومة التركية اللي قدمت كل شيء بتقدمه للشعب السوري. Kendi adıma hem de oyuncularım adına, hani bilmiyorum bütün Suriye halkı adına, siz Türkiye hükümeti olarak, başta siz ve hükümet olarak yanımızda durduğunuz için çok teşekkür ederiz. Misafirperverliğinizi gösterdiğiniz için. Yoksa biz şimdi şu an bombaların altında olacaktık siz olmasanız.